اخوان، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله في هذا الفيديو هذه غنحاول نهضر لكم على الجلبه اللي كنخدم بها مع الصغار ديال الغنم، الخرفان الصغار. فكما تشوفوا هذا الفيديو راه الخرفان تبارك الله من بين 3 سيمانات حتى شهر حتى شهر ونص، كاين اللي عنده حتى العين شهرين. فراه حدهم كيفوتوا 3 شهور اخوان، راه يمكننا نديروا لهم الدواء. والرابيل بالنسبه للاعاده ديال الدواء راه تكون من بعد 21 يوم، هذه الاشاره فقط. فالجلبة راه عندها دور كبير الاخوان في الحفاظ ديال الصحه ديال الخرفان الصغير. كما كتعرفوا كتكون عندهم المناعه شويه قليله من تيكونوا صغار، فتيكونوا متعرضين للامراض. لما الوقايه تكون خير من العلاج. راكم عارفين هاد الوقيته فيه الامراض منتشره، الفيروسات، فالواحد يقي خير له. فان شاء الله في هذا الفيديو غنحاول نوريكم الدواء باش كنخدم، شنو كندير والطريقه والفوائد وكيفاش درت لهم هذا الدواء. فاذا كنتو اول مره كتشوفوا القناه الاخوان، ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس ان شاء الله باش يبدا يوصلكم الفيديوهات الجديده. ويلا خليكم معايا حتى النهايه ان شاء الله باش تستافدوا مزيان بلا ما نطول عليكم. ان شاء الله ندوز للموضوع. فهنا الاخوان كنوجد الماتيريال باش غنخدم. هذا كما كتشوفوا باستولي كيسهل عليا الخدمه، كنغسلو كنعقمو. كذلك هادو الارقام اللي غندير للخرفان، وهذاك ديال الودنين باش ندير النوامر. كذلك الرشام اللي درتها كنرشمها. وهذا الاخوان راه السيلينيوم، راه مهم بزاف الاخوان وكنعاون به. راه كيدير 1 ملم لكل خروف، 1 ملم مدة 3 ايام 3 جور. وبالنسبة للطواد المرارة راه كنخدم بهذا ملتيفاكس، تقريبا راه كيداوي على شي 9 ديال الاشياء. يعني المرارة، الرياب، بزاف الحوايج فيه كنخدم به، ولو انه هو الغالي في السوق. كنخدم به الاخوان، مخير عن تجربة هذا الملتيفاكس كيدار من تحت الجلدة. بالنسبة للدوز الاخوان راه 1 ملم بالنسبة للصغار، و2 ملم بالنسبة للكبار، خروفة كبيرة ولا نعجة ولا خروف راه كنعطيهم بجوج. هادو الصغار اللي قل من 3 شهور 1 ملم. وكذلك الاخوان باش تسهل عليا الاموريه كنهز غير لاطوس اللي غادي نخدم بها وكنديرها في هاد القرعه الصغيره وكنخدم بيستولي. هذا بالنسبه للاخوان الخل البيطاري كومبيفيت، هذا باش كنخدم 5 ملم كنعطيهم الاخوان. هذا الخل بيطاري مخير الاخوان، هذا عن تجربه كنخدم به. يعني ملي كنبغي نبدل العالف ولا شي حاجه راه كنخدم بهذا الخل هذا مده 3 ايام، مخير الاخوان عن تجربه. هذا بالنسبه لاخوان الرايب ديال الغش، وكنخدم بهذا نوفالبن اكيد على 3 5 ملم، ما كنكثرلهمش. هذا هو لاطوس اللي كنعطي. فراه في هذيك الالبندازول اللي مهمه 3.8، راه مهمه الاخوان، كميه اللي محترمه الصراحه. فكنديرو هنا الاخوان، كنديرو مع فهاد القرعه هذه باش يسهل عليا نخوي غير الكميه اللي غنخدم بها. وراه كنضيف له شويه سنيده الاخوان. بغيتو تضيفوها نتوما ضيفوها. اخوان راه سالينا الدواء، وكما كنت نعطيهم اللبن الرايب نوفا لبن. ها هو هنا خويت لهم الخل البيطاري، هذا السيلينيوم، هذا ديال المرارة. هنا التقييد الاخوان، غنحاول نكنش هنايا الكرة كندير لهم الام، النتوما تندير لهم الاف مال فيميل. هذا هو اللي كما شاركت معكم الخل اللي كنعطي. بالنسبه للمرارة راه هو هذا الدواء. واللي دويتها الاخوان كندخلها لهنايا، ندير لها الطانقه والتعزيز ان شاء الله تياكلوا بوحدهم. الاخوان بغيت نذكركم بالاهميه ديال بعض الحوايج الاساسيه اللي خصنا نردوا ليها البال مع هاد الخريفات الصغار. فالاشاره بعد فقط راه خليتهم حتى العشيه، يعني دويت في الصباح، العشيه يعني من بعد واحد 4 ولا 5 ساعات تقريبا طلقت لهم الماكله، عزلتهم بوحدهم. ولا بغيتو ان شاء الله نشارك معكم الماكله اللي كنعطي للخرفان الصغار، ان شاء الله نشاركها معكم. فاول حاجه الاخوه اللي مهمه بزاف هي هذيك الرايب، راه فيه واحد الماده اللي سميتها الالبندازول، واللي راها كونسونطري في هاد نوفالبن. ف 3.8 كتبقى كما قلت لكم
يعني نسبة اللي محترمة. فبالنسبة لهاد الدواء الإخوان هذا راه كيداوي على الطفيليات الداخلية. فمثلا بحال ديك الديدان اللي كتكون في السينتا كيما كنقولوا، ديك السينتا راه كتأثر الإخوان على الصحة ديال هاد الخرفان الصغار وكتضعفهم، خصوصا ملي تيكونوا صغار. راكم عارفين يعني خصوصا السينتا راه يعني مرض شائع لا بالنسبة للخرفان لا بالنسبة للنعاش، فراه كتقيس الخرفان الصغار. فيستحسن انك تعطيهم بوحدهم. والناس اللي كيداويو حتى النعاج راه وين كيرضعوا من الام ديالهم راه كيستافدوا. الناس اللي زعما بغاو يداويوه الام النعجه حتى هي راه مزيان، داو الام النعجه عطيها حتى هي الخل، راه كترضع، كيرضعوا هاد الصغار الدواء من الام ديالهم. فالحاجه اللي نوصيكم عليها هي تستعملوها في الوقت المناسب والجرعه تكون صحيحه باش ان شاء الله تكون النتيجه مضمونه. فتاني حاجه الاخوان اللي هي الخل البيطاري. فالخل البيطاري راه كيلعب دور كبير الاخوان في التنظيف ديال الجهاز الهضمي، وكذلك كيحسن في الهضم، كيعاون كذلك في تحسين وتعزيز ديال المناعه في القطع. فانا كنخدم به بزاف الاخوان الخل البيطاري. فمن الاشياء بعد الذكر يعني اني كنخدم بها هي العنجه تنفخات، عطيها 20 سنتيم راه كتفش في البلاصه الاخوان. تعرفوا الدور ديال الخل ديما يكون عندكم، الا تنفخات لكم شي نعجه ولا شي حاجه عطيوها الخل. كذلك الا كنتي غتجبد العالف ولا جبتي شي غنم جديده، فباش تتاقلم مع الجو وتادابطا ديما الخل 3 ايام، شربوا 3 ايام. فبالنسبه للادوز ديال الكبار راه كنعطي 20، موين 15 10، والصغار ما كنفوت لهمش 5. فثالث حاجه الاخوان اللي ما نساوهاش اللي هي السيلينيوم. هذا العنصر راه مهم بزاف خصوصا عند الصغار، حيت كيعاونهم في النوم الاخوان وكيحمي العضلات ديالهم، وكذلك حتى هو تيقوي المناعه. فالجرعه الصحيحه ديالهم هي 1 ملم، كتعطي لهم كيشربوها مده 3 ايام. راه كاين الاخوان حتى هو اللي كيدك، الصراحه ما عنديش عليه فكره، ولكن راه كاين اللي كيدك اللي انجيكطابل. ما عمرني جربته في الصراحه، باغي نجربه ولكن حاليا ما عنديش زعما عليه شي فكره. فالا مشيتو للبيطاري وما لقيتوش داك اللي كيتشرب كما شفتوا في الفيديو، فتقدروا تاخذوا هذا اللي كيدك في اللحم، وشوفوا هضروا مع البيطاري هو يعطيكم جرعه اللي غتصلح له. فاخيرا الاخوان اخر حاجه اللي هي جلبة المراره، اللي هي من اهم الاجراءات الوقائيه ضد الامراض الخطيره. فكما قلت لكم هاد الدواء باش كنخدم راه ما فيهش المراره، فيه بزاف الحوايج. فضروري نديروها الاخوان في الوقت المناسب، وكذلك تكون الجرعه محترمه. كما قلت لكم راه 1 ملم بالنسبه لهاد الصغار، وبالنسبه للكبار راه كنعطيوهم 2 ملم. فهذا ما كان الاخوان هذا النهار. نتمنى كون استفدتوا من هذا الفيديو هذا. فما تنساوش خلونا شي تعليق، خلونا شي اراء ديالكم بالدويت باش تخدموا نتوما التجارب ديالكم. وما تنساوش تشاركوا الفيديو مع اصحابكم باش يستافدوا حتى هما، واشتركوا في القناه ان شاء الله باش يوصلكم كل جديد. فشكرا اخوان على المتابعه، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.